شيخنا هذا سائل يقول: ما هي أسباب ضعف الأمة والخذلان الذي حل بها؟ أسباب ضعف الأمة لا شك أن من أهمها بعد الأمة عن دينها وانتشار المعاصي والفواحش. الله عز وجل قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. والله عز وجل قال: إن الذين تولوا منكم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فالمعاصي أهم أسباب ضعف الأمة وذلتها، المعاصي. ومن أهم وأعلى المعاصي كما هو معلوم الشرك والكفر والعياذ بالله. وجود مظاهر شرك أو انتشار عقائد كفرية بين أفراد من الأمة، أو انتشار سب الذات الإلهية أو سب الدين، هذه أكبر المعاصي وأكبر الكبائر. الزنا والربا من أكبر الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. الآن هذه المعاصي منها أيضا ترك الجهاد للقادر عليه، وهذه المعاصي قد تؤدي إلى عدم تيسر أسباب الجهاد. والجهاد من أهم أسباب رفع الذل عن الأمة، لكن المعاصي سبب لإغلاق باب الجهاد، والمعاصي سبب لأن لا تنال الأمة القدرة على الجهاد. والمعاصي وترك الجهاد إذا توفرت شروطه وأسبابه هو بحد ذاته أيضا معصية من المعاصي التي تسبب الذل. والله تعالى أعلم.